لا واضحه في لمسه يد. احنا عايزين نقول لمسه اليد الاول ولا ضربه الراس الاول يا كابتن؟ لا ضربه راس الاول. ضربه راس، وبعدين ارتدت الكره من يد عمرو الصفت. ايوه تمام. لكن هنا تفسير الحكم بقى، هل هي متعمده ام غير متعمده؟ بعض الحكام يقول انها متعمده والبعض الاخر يقول غير متعمده، وفي الاخر القانون ينص على انه حسب ما يراه الحكم. الحكم راى انها لمسه يد ومتعمده او مقصوده او فيها تهور او فيها اهمال ايا كان، لكن في النهايه احتسب ضربه جزاء. ربما لو انا حكم المباراه لا احتسبها ضربه جزاء، لكن هذا حق شرعي لحكم المباراه. وكون انه في مشكله سابقه مع نفس الحكم وفر النفوس اكتر وجعل الاعتراضات طبعا احنا مش بنتوقف عند في الحقيقه ضربه الجزاء، لان مش دي المشكله. بالظبط. هي المشكله في طريقه الحكم في التعامل مع احداث المباراه، ودي واحده من اهم اللقطات او اهم احداث المباراه. شيكابالا كان بيستعد للخروج من اللقاء. يعني هي ضربة الجزاء أدت إلى هذا التوتر. هذه الإشارات من شيكابالا أثارت الحكم أكثر واعتبرها سوء سلوك. بس ده ما هو ده بيظهر يعني الفرق بيننا كابتن محسن وبيننا. احنا كان عندنا حكم منذ أيام قليلة وشفنا كم الانفعالات في مباراة القمة، ومع ذلك قلنا إيه عليه يا كابتن طاهر؟ قلنا إنه الحكم كان من الذكاء بحيث إنه هو ما وضعش نفسه في موقف يضطر فيه إلى اتخاذ قرار. يعني حكم المباراة لابد ان هو يكون يعني مارس لعبة كرة القدم، متوقع للأحداث. هنا شيكابالا طالع وفي ضربة جزاء اتحسبت على فريقه وفي موقف سابق للحكم مع فريق نادي الزمالك، يبقى الحكم لابد ان يتوقع انه ممكن يكون في خروج عن النص، يبقى ممكن ان انا اشغل نفسي بقرار اخر بالنظر لجهة اخرى وابتعد عن المواجهه. هو اضطر انه يواجه الموقف لانه هو متوقع. هو تعامل مع اللاعب كند، ودي كمان خطأ اخر. يعني طبعا انت حكم بتدير 22 لاعب، كان لازم يكون عنده يعني هو بيعتبر دي بطوله انه بيطرد شيكابالا. كابتن شاذ ده كلام يعني ايه قمه الانفعال وايه يعني العصبيه الشديده جدا والروح الانتقاميه بهذا الشكل. الحكم مش ممكن ينزل في مباراه تحدي مع لاعب او مع لاعبين، يعني برضه بعدها مباشره انذار لحسين. المفروض انا اكبر من الحدث. الحكام دايما بيبقوا اكبر من الحدث، ما بيخشوش جوه الجيم، لان لو دخل جوه الجيم هيغلط، هيتعصب، هيدي انذارات بالسرعه المطلوبه. يعني انت شايف دلوقتي ان اي مشكله من العصبيه اللي هو فيه بيدي الانذار، لان هو لازم يهدى ولازم يعني ياخد الناس دي في حضنه عشان يمشي الامور طبيعي في المباراه، مش يتحدى ومش ينزل ومش يطرد ومش. لان طبعا انا لما لسه حاسب عليها ضربه جزاء بتنرفز شويه، بديك ظهري وبمشي، خلاص الامور بتهدى، يعني سواء جت جول ولا ما جاتش جول بتلعب جول وبتمشي الامور. لكن احسب ضربه جزاء يجي منها جول واطرد، ادي لعيب انذار وطرد. لا يعني تحديدا كابتن شاذلي كابتن محسن فيما يخص واقعة شيكابالا، لعيب بيستعد للخروج مفيش مشكله ابدا، حتى لو هناك تجاوز احنا ما نعرفش ايه اللي اتقال بعد خروجه، لانه بيستعد للخروج من الملعب. بس احنا مش عارفين، اكتب في تقريرك كابتن طاهر احنا مش عارفينه بيستعد للخروج ولا لا. لا ما هو ادى ظهره للملعب ومشي، مش عارفين في تغيير ولا لا يعني هو ممكن بيعترض على ضربه الجزاء وساب له واداله ظهره ممكن يعني ما، لكن احنا ما شفناش حد هيتغير، ما شفناش يعني وقفوا اللعبه عشان يغيروا لعيب. كل اللي حصل ان شيكابالا اتفوه بكلام واداله ظهره، فهو اداله انذار اول وراح مديله رد عليه. يعني هو كل لعيب هيدي ظهره والحكم هياخد انذار او يطرد؟ لا بس في حاجه يا كابتن طاهر، اولا الحكم اعتبر ده اساءه وتعدي عليه، وانه عدم اشهار كارت امام الراي العام يتهم بانه حكم ضعيف. هو خدها من وجهه النظر دي. من وجهه النظر الثانيه لابد ان احنا نشجب هذه التصرفات من اللاعبين. اولا هل هذه التصرفات والتشويح والاعتراض غيرت قرار الحكم؟ لم يحدث ان غير الحكم قراره. اذا لابد انه كل لاعب يلتزم. خلاص الحكم صفر، يبقى لابد ان هو يلتزم بتنفيذ قرارات الحكم. لكن ما نراه خروج عن النص، خروج عن الروح الرياضيه. لابد ان احنا نعترف بانه الحكم ربما لم يكن عنده الكياسه
في وضع نفسه في هذا الموقف واضطراره الى اتخاذ هذه القرارات. لكن ايضا الخروج من اللاعبين عن الروح الرياضيه. طبعا اصل هو كابتن محسن هي الصوره لا تكذب، يعني الصوره بتؤكد سوء تصرف شيكابالا. مظبوط. احنا ده امر واضح. انا بتكلم النهارده على الحكم المسؤول عن مباراه باكملها عصيبه، وعن 22 لاعب، وعن قرار اتخذ منذ دقائق بضربه جزاء. انا يعني ما يحيرني يا كابتن طاهر انه هذا اللاعب وصل لمكانه عاليه جدا في قلوب الجماهير، ولديه عروض كثيره، لاعب مبدع، ربنا حباب نعمه الموهبه، وبالتالي ليه افرط في كل ده على اساس ان انا اعترض على حكم او يظهر شكلي سيء او ان ارد على جمهور اساء لي او سبني او اهني. كل الامور دي وارده في كره القدم. يبقى اللاعب يحمد ربنا انه اعطاه هذه الموهبه وهذه المكانه وهذا المستقبل الباهر، ويلتفت فقط الى ارض الملعب. ماذا يضير شيكابالا لو خرج بدون اي اشارات؟ ماذا يضيره؟ اداله برضه الطبع، نفس الطبع ده موجود فيه، يعني هو طبعه كده غصب عنه، لما بيتنرفز لما بيتعصب بيخرج عن شعوره، ده طبع في البني ادم صعب. لابد ان يهذب سلوكه، لابد ان ينضبط، يعني لابد ان يسيطر على، لانه لاعب زي ده ممكن في مباراه دوليه كبرى، انت عارف يعني مثلا منتخب بلد بيتم اعداده بالصرف عليه ملايين من الجنيهات او الدولارات او اليوروهات او ايا كان. شفنا اخطاء من نجوم كبيره في اوقات عصيبه اطاحت ببطولات. بالظبط. شفنا زين الدين زيدان وهو بينفعل خسر بلده كاس عالم. كاس عالم ده صحيح. ممكن تصرف زي ده يؤدي الى خساره لكن هو بص بطوله عالميه. كابتن محسن، هي المشكله في ان اللعيب يحس بالظلم، هي دي المشكله، ان نادي يحس بالظلم. ان انا في ماتش سابق حصل لي مشكله مع الزمالك اتظلم النهارده، ماشي، يترك انا بعتقد انه اتظلم. انا من وجهه نظري اعتقد انه اتظلم، لان ضربه الجزاء ممكن ما تتحسبش ضربه جزاء، لان المسافه بين ضربه الراس واللعيب قليله جدا، بحيث ان اللعيب هيودي بغض النظر على انه فارد ايده، انما يعني المسافه اللي بيلعب فيها الراجل ضربه الراس ممكن حكم زي ما الكابتن موسى ممكن حكم يفوتها. قال لك انا لو حكم ما احسبهاش، لان المسافه هيودي ايديه فين، سواء رفعها او ما رفعهاش. يا كابتن شاذلي يترك الامور دي لاداره النادي تاخد الموقف المناسب، مش شغله اللاعب ان هو يعترض. بس هو ضربه الجزاء ما خدتش اكتر من حجمها، تركت في النفوس بعض الضيق وخلاص، انما بعدها انتهى الامر. بتكلم على رد الفعل. شيكابالا لاعب موهوب وبالتالي مستهدف. دعنا نتفق انه جماهير الاهلي في مباريات الزمالك تتعمد اخراجه عن شعوره حتى يلعب بشكل سيء. يمكن 50 60 70% من السب اللي بيحصل لشيكابالا السبب والهدف منه اخراجه عن شعوره حتى يفقد مستواه الفني، وبالتالي فالجماهير بتنجح. واذا لاعب تاني في الملعب ادى نفس السلوك معاه هيخرجه عن شعوره ويؤدي الى الطرد، يبقى نجح. يبقى لابد ان هو يتعلم من هذه المواقف. واذا كان كابتن فهيم عمر اليوم جنح بالمباراه الى عدم بر الامان زي ما بيقولوا، واخطا كثيرا في اوقات عصيبه، بالتاكيد زي ما قالوا نجومنا شيكابالا اليوم ايضا ساعد الحكم في ان يشهر له البطاقه، وساهم ايضا في ان يضيع الزمالك فوز سهل من بين ايديه بهذه التصرفات الخارجه. عموما هنروح لفاصل اعلاني والعوده لاستكمال ما حدث في الجوله رقم 28 من الدوري العام، التي ابعدت 3 فرق رسميا عن الدوري المصري، وفي نفس الوقت يعني إن لم تكن حسمت بشكل كبير يعني قد يتجاوز 90%، وهو وصول النادي الأهلي للبطولة 7 على التوالي. فاصل ولا نعود.